وصرت موسى زماني وصار بعض كله أنا الفقير مع أنها رزق بحالي وصرت والله سر خفي ما قال والله سر خفي يدريه من كان مثلي مش جبل الطور مع جبل جبال يعني في أي مجال يعني للترقيات غير الذكر؟ في أي مجال للترقيات غير الذكر؟ والمحبة كيف كان الشيخ؟ وجود المحبة واحد. تذكر صور المحبة مرة كان سيدنا أبو بكر من محبة الرسول إذا ما طاف حول بيته سمع صوت باللمة. أيوة طول الليل يفعل ولا البيت ما يمشي سيدنا أبو بكر عشان الذين ما هو فلازم يحبين زيه. شدال الكفار سيدنا عمر والناس اللي زيه. طيب إذا واحد عايز محبة من المعدن ده عن الشيخ عايز محبة من المعدن ده إذا قاعد يمشي قاعد مشوارات مين يمشي ما لقاش. حسن الدكتور بيقول أممت إمامي في الحياة في الورى وراي وكانت حيث وجهت وجهت ونظر ونصلي الإمام إلي الثوس في بالي وهي قبلتي لما هو ده في يا عم الشيخ بالعربي الفصيح أي ولي لولا ما بيحبني ما كان قدوم إني ده على الإطلاق وقلت يكون الأولى كله أهل البيت. اشمعنى غريت سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم من أهل البيت كيف؟ نسب المحبة بنسب المحبة أو ده نفس نسب المحبة ليه بيكونوا بعاد؟ ما في. وبالعربي النبي زي السماء كل واحد تحت منه. القوة تحت السماء ولا؟ أيوه. أي ولي بيحب الله وأصنامه لولا محبتني ما غربوه. ناس مش يومنا لا سنوا للناس لكن الناس والزيادة الرسول من محبة الرسول يزيد وش نعمل؟ الزيادة الرسول بالنسبة لمحبة الرسول. يا مشيخ القصة ولا محبة الرسول ولا محبة المشاعر ولا محبة ربنا ولا محبة كله توقف إنه ضعف القلب من القدوية كل المزال النبي ما نظيف أنت أخذ مع نفسك الفول بقرش تغسل الصحن وتنشف عشان فول بقرش محبة خير القلب تعرف ببلاش كده بصح سيجانيه قالوا لا احنا عشان أولاد نصر نبقى احنا أغرب من الناس سيجانيه متابع للناس قالوا كيف أنا ما نقول بيجي متابع للناس بتعتقد عقائد فاسدة غير الفضل بموت السلف لا تتكلم معنا في الواقع ليش أنا الوقت مصلى على النبي قال النبي كان بيقول اللهم صل على النبي وصلى كان يعمل قالوا كان بيقولوا بتريون الرسول بيذكر يصلى عليه النبي كان بيذكر ولا كان بيصلي على نفسه بيذكر ما دوري هذا الكلام صحيح صلى عليه وسلم يريد العقائد الفزة يريد العقائد الفزة كيف؟ العقائد الفزة بالطبع تنتقل في النبي غير الحاصل تنتقل في الرسول غير الحاصل تنتقل في الشيء غير الحاصل ما ينفع ولم يقبلهم تمدح الشيخ بالوهابي مثال عايزين مثال يعني أنا أقول الشيخ عاصم من سيدنا الحسين أنا قلت كده مش عقيدة فاضلة الشيخ مو ولده؟ لا من بأول سنة الحسين مش لاقيه وما في سكة إلا من سيدنا الحسين تمشي وين؟ قاعدين بحسين عشان يسب الباقي لو ده مني مش يتيمة
تمدح الشيخ تسب الفقيه. هم عندهم دم. ما ليش عاد من طرف. أيوة عندهم دم. تعبروا مشان. فاتهم شيخ العلماء ورثة الأنبياء هم الأولياء طبعا. يعني مثلا البرهانية مثلا أو القادرية وحسب الطرق بيكون منهم الأولياء بتوعهم يعني على كل الأنبياء كلهم ولا دي الخصاصة للأنبياء؟ لا تبقى مراتب. واحد وارث يوسف، واحد وارث يوسف، واحد وارث نوح، واحد وارث كذا، واحد وارث كذا. ناس من الأنبياء ورثة. ورثة الأنبياء كلهم. نقصده مثلا نقول احنا أولاد سيد إبراهيم، احنا على قدم سيدنا علي، على قدم سيدنا نوح باعتبار الأربع المثاني كده. هل يكون أغلب البرهانيين وارثين نفس المرتبة دي؟ يكون أغلب البرهانيين وارثين نفس المرتبة بتوع الأنبياء اللي هم على نفس قدم سيدنا إبراهيم مثلا؟ ولا ما يوزع في ما مطلق العلماء. أي ولما أمتيك أنبياء بنصير العلماء كانوا الأولياء. شفنا الرفاعية أولياء، شفنا الغازية أولياء، شفنا الشاذلية أولياء، من البرهامية أولياء، من الأحمدية أولياء. الأولياء دي هم العلماء من أي طريقة انت. وراثتهم ما لهاش حل. أصل ما بقول أبو سيدنا موسى زمان مش وارث موسوي وغير سيدنا عيسى وغير سيدنا إبراهيم، ما لهم مجد. هنقول قد تخللت مسلك الروح مني ومن ذا سمي الخليل خليل. سيدنا إبراهيم الخليل عشان متخلل بمحبة ربنا اسمه الخليل مش الصاحب. أنا الخليل يعني الصاحب، لا ما الصاحب. الخليل شنو؟ مش المتخلل؟ الوهابي الواحد يعني الشيخ الوهابي متصدين لو اتفقوا زي ده يعني مش ممكن. ما تاخذ الله العلم وهي دي قلت الله ما شاء الله ما شاء الله. بالنسبه للذكر عن الشيخ الجزء على الذكر بمعنى لا فترأيت في سواك العين، فترأيت في سواك مش السواك بك غرت وما رأيت سواك. أنا نمت عليك الموضوع وكذلك الخليل وقلب قبلي طرفه هنا لا قبل أفلاك. تنقل عليه ما سيدنا إبراهيم حصل في النصر. بالنسبة للذكر من الجزء على الذكر الجزء على الذكر معنى لا يذكرون يذكرون بعدين من صلى عليه واحد صلى عليه 10 صلى الله عليه بآخرين فصف الصلاة نعم شيخ زي صف الذكر عم شيخ ولا صف الصلاة عم شيخ دعوة ربنا كيف يعملون برضو زي صف الذكر كده يعني جزء على الصلاة ربنا يصلي عليه ولا لا توضيح. نقول الرسول صبارة من بيت تعالى جالسة لماذا تصير سطر ولا تزيد هاي أنا أسمع كل شيء. celebration day من وعي لبرء ما به من أمراض ووجع. يخاطب ربنا يقول له لبيك لبيك من داعي ورتلنا واللي سمعك وراك انت من داعي ومن واعي لبرء ما به من أمراض ووجع. الله بيقول تعالى دعوتني بلسان الحق تطلبني إني لما قد دعوت السامع الواعي. انت طلبتني عشان نجيلك بلسان الحق، ارسلتني بلسان الحق وطلبتني ارسلت كلام لو جاي. دعوتني وظننت ما أسر به إذا أجبت فما خيبت أطمعي. انت دعوتني قلت لا اي حاجه انت عاوز بديلك وانا جاي لك ما بتخيل اشينا نطلعه فين. لا تفرحن بشيء لست تدركه من هويت في المدعو والداعي. بخاطر الوقت بيقول الشيء البعيد اللي ما هناك لا تفرحن بشيء لست تدركه. الظهور بعيدة ما مشانها الظهور. لا تفرحن بشيء لست تدركه إن الهوية في المدوى في الداعي. ربنا اسمه والطلبين اسمه. أنا له تابع ما دام يطلبني كما أكون إذا أدعو من أتباعي. قول أنا تابع وأنا قال لي تعال إذا تأخرت ما صار
أنا تابع له. زي ما هو قال لي أنا له تابع ما دام يطلبني. كما أكون إذا أدعو من أتباعي. كما أكون إذا أدعوه قبل من أتباعي. ما نجعل اسمه ذكر. ما قال؟ وليس من شيعي حتى أفوز به وإنه حين أدعوه من الشيعة. هو مش من أهل الصحابة وبلغنا بلغ. ليس من شيعي حتى أفوز به ما من هذا. لكن لما نذكر بيبقى من شيعي معنى ليس من ذكر الله. لذا يتنزل في ألطاف حكمته عشان كده على التغريب والبعد. عشان كده قال من تغرب إليه ذراعا تغربت إليه باعا. من تغرب إليه باعا تغربت إليه ذراعا باعا. ومن الثاني ماشي نسيته هرولة الحديث كده. التغدر والمعذور ليس له وهو الصدوق فقد حيرت أسماء. هو قال لي تجي شبل أنا بجيب باع، تجي باع أنا بجيب شبل ذراع باع. ده مش تقدير. هو ما من شرط يتنزل لنا ويقدر لنا بالشكل، لكنه صادق في كلامه لا بد من يحصل زي كده. أين العماء من حبل الوريد أتى في غربه إذا ما كنت في الساعة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أين كان ربك؟ قال كان في عمائي. دي أعلى مراتب الأسير العمى، ما فيش فوق منه إلا ذات السر. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أين ربك؟ قال كان في عمائي، لا فوقه هواء ولا تحته اللي هو هنا الأسمى، هو هناك. وكيف؟ حتى إذا بلت الظلمات هنا تمطرون نحن أقرب إليهم هناك وهنا نعمل إيه هناك. يأتي إلينا كما أطفال هرولة والقرب يعلم بين الجد والصالح. بيقول بيجينا جولي عاوز تعرف المقدار شوف المد والصاع، يعني سلت الربع والربع ذاته مش مقدار. من التنزه والتشبيه والحمد وتلك خبر الذي أدري ويختار. ما شاء الله. من التنزه والتشبيه والحمد وتلك خبر الذي أدري ويختار. نقول التشبيه فلان زي فلان. لما تقول ربنا زي ما هو عثمان ما نوم زي وضل، تقول ربنا زي الخرطوم ما نوم زي مصر. ليه؟ للتنزيه. التشبيه ليس قبل وهو السميع البصير. ما قلت إلا الذي قال الإله لنا في نعمة من مغالات وأنباء. وما أتيت به سوى الكلام أبا وغال. لما أتيت به سوى الكلام أبا وغال ليست بواعاتي وامتاع. شلت معرفتي ده لا تسوق المعرفة. قال لي ده ما صنت ولا شغل ما داير مش. لما أتيت به سوى الكلام أبا قال ما داير كان قال لي إلا المحدث والصوفي فاجتمع والمؤمنون وذو علم بإيمان. إن العقول لها حد يصرفه وليس يعرف منه علم الإبداع. مش ممكن أقلب ويعرف ربنا فيه وجدت الذي بالسير أطلبه صيد الحبايب وفي سبت وإيقاع. فيه الذي وجدت الذي كنت أطلبه أفتش زي ما لقيته قال عندي. لما خليتها لقيته عندي قدام كنت أدور عليه ولقيته. أنا ما ركعت ليه؟ تاني قلت إيه؟ خلاص الحمد لله مسلمين. شفت التغريب كيف عمل؟ مقادير إلهية عمل. لا تقدر تقول له ولا تقدر تقول له. لكن كل بعد التنوين يمشي. كل بلام هو فينا أنا ما شايف إنه الفجر. أنا قلت له شوية كده. قالوا لي ربنا لا في اليمين لا في الشمال لا في الإمام لا في القدم لا فوق لا تحت. قالوا هذا ما في أصل. قلت لهم ما كده وفيه ما فيه قلت لهم ما فيه كيف؟ في حاجة فيه وما فيه قلت لهم هاي. قلت لهم السمك بيطلع من وين؟ أنا من اللبن شاتية في اللبن. قالوا ما معرف فيه وما فيه. قالوا الهواء وين؟ بعد وين؟ من وين؟ لونه شنو؟ فيه ما في آية فيه ما الروح في الجسد وين؟ ما بنعرف فيه ما في ربنا فيه ما وتنت يا ربنا سبحانه هو في محل من السفرين وزاجب يشوف به وزاجب يشوف به لا البين قلت له اللي ما افتح ما بتاع
اليوم رضي إذا كان بتاعك بس تدبر الناس عم شيء دير مجال دير ما تبغى زي يقول اسمه مو لازم ما غير شهادة ثلاثة لكن قلت شهادة الظروف الحمد لله كنت عايز كل شيء كل شيء يعني الشيخ اللغات الحية كلها اللغات الحية اللغات الحية الإنسان يعني الشيخ كرم على كل الكائنات الإنسان كرم على كل المخلوقات كرم على كل الحياة الموجودة في الإنسان هي الحياة الموجودة مثلا في أي حيوان لا دي الحياة لا الحيوانات كلهم عندهم روح البهيمة بس هذا الحمار قبل كده الدولة وصل اللي بيسمع طرش بيسمع ده هذا الحمار قبل كده بيسمع صلى على النبي طرش بيسمع يسمعنا مش هذا هو كبير هذا البشر 100 مرة كيف ما يسمعش ده الحيوانات كلها فيهم الروح البهيمة خلاص البني آدم سميتها والملائكة مسلم وغير مسلم فيهم روح التكريم زيادة علينا ده اللي ظاهر فيه ولقد كرمنا بني آدم كونوا تعالى قادر ومريد المعالم المحيي المصمم والسلم تكلما السبع صفات الإلهيات أعارت معاني الكون حسن صفاتها الملائكة سميتها والإنس والجن والمسلم وغير المسلم كلهم عنده صفات بعدين المسلم عنده روح الإيمان ده ينفصل به المسلم من المخالق الثاني صحيح؟ ده بالنسبة للبني آدم ده عشان كده كرموه ولقد كرمنا بني آدم وكرموه بالصفات دي روح التكريم دي يعني الشيخ ممكن تكون هي العقل لا روح التكريم روح ثاني اليوم مش حاجة النظام مش حاجة مش كل الصفات بالشكل ده الأصل في القلب بيمد العقل للتفكير يمد الأعضاء للسمع يمد الليل للتبصر بالشكل ده زي ما بيقول يعني الله أكبر إذا وجه الحبيب ده وأخلص عندنا كل جواسيسك الصفات السبع بتعمل أخلص عندنا كل جواسيسك مين؟ السبع صفات دي النم بيعصى النظام بيعصى اليد بيعصى كده الجواسيس عليكم دي وزي ما قلنا زمان في القلب زي ما بيقول ما بيستغنوش إنما أصلا يقول الآن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب سيدنا موسى انت مين؟ ولا مالك ايوه تعال سيدنا موسى عن الشيخ مع سيدنا شعيب نريد ناخذها جد بالصدفة ولا قريبة اللي سيدنا موسى مع سيدنا شعيب؟ لا بعدين لا ولا بيشبه بعض ما بيجوا بعض ابدا طيب عن الشيخ تعرف الوقت ده سيدنا موسى ما جاء وخطاب الرجال ايوه هل معناه الظن بتاع سيدنا شعيب؟ هل الظن بتاع سيدنا شعيب مثلا؟ الظرف بتاع سيدنا شعيب في الوقت ده ولا كيف؟ لا لم يبقوا مقسمين في البلاد يعني النبي هنا والنبي في الخرطوم معه نعم عنه الشغل في ده انت قلت هذا في الدائرة عملها كثيرين ايوه سيدنا موسى لسه ما بقى نبي سيدنا شعيب هو صاحب الإمام في الوقت نعم أنا بقول بس فساد يعني ولا شو ساكت كيف؟ ولا شيء فيها شيء والجنة مع أبونا رجعت تبطل بتاع خشب السلم تلمي الاسم تلمي كل واحد يجي ياخذ عصاية الأمانة كان عند سيدنا شوي ايوه سيدنا موسى كتل القبطين ياخذ يدعي جالس 11 يوم ها؟ وغير ما ياكل عليه شمالين جالس طوال 11 يوم جاي اتكى على جبل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير
يا رب انت وعدتني بالنبوه وبرتني بكذا في وضعتي بكذا وكذا، لكن ما استجاب. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. نمر فتح لقى بنتين عندهم بعين بنسينا شيء. البير كبير غطاه اذا كان سميت ولا فرميت لهم ما قلت غطاه من حجر. قال لهم مالكم؟ قالوا والله البعين دول اذا ما شربوا مش هياكلوا. والرواجوا فتحوا البير سووا بعين وراه. اختي ده شكت شوكه قعدنا في اللي في الشوكه نطلعوا الرواجوا سووا بعين وراه. والبعين دول اذا ما شربوا مش هيروح. فالوقت الحين وقف هنا لغايه الاصل المجد الروايه يفتح البير. مسك البير كان براه فتحوا. جدني لأن كل نبي عنده قوة قدر أمتي. وسيدنا موسى ما زقل جبت لي ساعة كده عشان هو شديد مات. الزن بتاعه ما موت لكن هو شديد والشدة بتاعه بيجي في الحجر ده. بعدين هم صرحوا البهايم جل أبوه قالوا لي أبونا حصل كده 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 كده. لقينا راجل معين جدا شديد وشجاع وأمين وقوي. جاد البيت لوحده سيدنا إبراهيم قالوا روحوا جيبوا. وبيتكلم كلام زي كلامك اللي بنسمعه منك نسيت ربنا والله وكده. ده ما فيش عند الناس اللي عندك انت. يعني جيبوه جيبوه مش جابوه. واحدة منهم جلبتها مشروطة كده شوية مثل جلبتها مشروطة كده ساقرين لها بيبين. قال لهم لا انت امشي لورا انا خليني قدام اقول لك شيء يمينك شمالك يمينك شمالك لغايه ما مش عارف انت مش عاوز يشوف رجلك مش دخل. لا له تبكي مالك عشان بكى دم. قال له بناتك دي بناتك. ايوه بناتك دي الحاجه انا عملت لله. سدت لهم البهايم يقول لنا ابانا يجيك اللي يجي يدوك اللي يجيك اجل ما سقيت لنا انا سقيت لله. عاوزين الدنيا يوصي في الدنيا انا عملت لله عشان ايه الدنيا يوصي في الدنيا. لا كلهم مكشكشين تدور قصتك قصتك كذا 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 كذا. قال له خلاص انت قدامي. البنت قالت له يا بان استعجلوا الخير واستعجلت القوي الامين مش عاوز يشوف رجلي. قال له تقعد معنا. قال له بابا يسوي لك واحدة بناتين تقعد معي 7 سنين 8 سنين عاجل. قال له قبلت زوجه قاعد من 7 سنين. لكن سيدنا موسى المعتمد انه قد اكبر لاجلين 8 سنين. الأصحاب هو خاتم في أوضة خاتم في أوضة سيدنا شيخ. خلاص زوج بنته قال شيل لك أصحاب من الأصحاب دينا الأصحاب دينا عندها أمان. الأصحاب دينا عندي أمان. شيل واحد منهم بريبه وغنمه ولغاية ما تلقى لك عصاية كده. مش جاب عصاية كلم الله مسكوا عندهم قالوا يا ولدي ده عصاية كلم الله مش بتاع أي واحد. خدت الأصابع جاي قال له امشي كده. أصابع مشت فيه لشاله جابه. هذا قلت لي ده عصاية كلم الله. أنا خدت الرجال أنت مشيت جاي جابوا في ايدك شو؟ قال له ما أعرف. خدته جاي قال له امشي جاي من جاي كان مشت فيه 4 مرات. قال له دي حاجة ربنا بيعرف عنه ما بنعرفش. شيل أصابعك وامشي. في جسر كده جسر بيجاي في دبائب كده من نهر بيجاي والغيش كتير. قال له ما تمشي بيجاي أنا بيجاي ده للناس ما مكشكش. هو بيقرا في أوراداته هناك كلام زي كده. الباب شاف الغش الكثير مش بيجاي. من الخطر اللي فيه وصوله بالدبائب وصوله بالدبائب. أقول لك ده بيقول كده بيقول زي النخلة مش أنا كده كده. لا لكن له تحت الشجرة بيقرا في قراياتنا. جاء دبيب من الكبار دي قام الأصابع قطعه براح لا أصابنا لقى الدبيب متقطع
شاف اللي قطع الدبيب ده والبهايم شغالين. بعدين شمام معه لقى العصاية في دم هناك. العصاية دي اللي عملت. طيب بكرة جاء يسأل موزع العصاية محارب الأسد كتف صابر له وبيشيل دقيقة دبيب عقرب أسد مفاهيم واضح. هنا البرامج اللي أنا قال له ما تركب يمك يا موسى قال لي يا عصاية توكلوا عليه مش كده وهو شبه على ولي في للمارب الأخرى. المارب الأخرى ما في توكل مارب الأخرى يعني يحاربوها عدو يغز يقول أصواكي يم الطوال فوق عاوز هدوم يجيب هدوم يعمل ايه بس زي ما هو ده. ليه؟ مارب الأخرى عندي كان ما في عند الناس ما في سمعتوا ولي فيها مارب أخرى. في حجة ما بينه وبين الإمام الغزالي أنا أصلا لما قال ولما متي كان بيعمل سلسلة مسؤول كيف ولا ما كنتوا زي ولا ما زي أنبياء بن السعيد عندما ما كنت يروح الإمام الغزالي جاء دوم السلام يا سيدنا موسى قال أنت مين؟ قال له محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي. قال له لا سنة أنا تقول أبوك وجدك وجد إيدك وجد إيدك وجد سمى محمد قال بعد تقول الغزالي ليه؟ قال له أنت يا سيدنا موسى لما ربنا جل عليكم ما تذكرني ما كنت يا عصاتك ومشي ولي فأمارب أخرى. قال له يا أبي أنا شفت الحساب الخطاب خطاب استئناس كترت الكلام عشان أسمع كثير ما نفس الشيء أنت والنبى نلاقيكم عرفت كم والله يا لوسي ولا بقدر بيمسي ما نسي الناموس ده العصاية بتاعه ودي المعارب الأخرى ده المعارب الأخرى بس بعدين الزوج مرسل كده ومشي ماشي لمصر بعد 8 سنين بس حصل نفسه بس كويس العصاية دي في النار سيدنا شوية العصاية أقصد أمانة يا موسى يعني العصاية دي مش سهلة. أيوة عصاية جنة جنة المشرك سيدنا شوية مش العصاية دي زيادة كان طبعا لا هو ذلك هو مش يسأل من خوالي شنو ما جال لا شنو ما تقول الله يخليك كويس ما شاء الله. ما نقدر نقول أنه الأمانة حقه زي سيدنا شوية ما نقدر نقول ما تقول إيه؟ بس نقول الأمانة هذه كالإسلام عن موسى كالإسلام أنا الأمانة بتاع سيدنا موسى مش الأمانة الرسول بس مش الأمانة ربنا لنا كيف ما قال شعيب لي وقال شعيب لنا ربنا ما اسمه صدق ويا مالك العصاية عند سيدنا شعيب مش الزوج يبلغ شال العصاية والعصاية ده أصلا مقصودون سيدنا موسى لكن والله يا ولدي هذا الشيء ده ولا كان خدها بجاز خدها بجاز ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صور الانبياء والرسل كلهم ايوه قبل كانت موجوده. سيف الزيزن ولا سيدنا عبد المطلب ايوه يتجنب اصلا ايوه